بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعزائي وحبايبي المشتركين في قناة المستر سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مباراة الأهلي والزمالك انتهت منذ قليل بفوز نادي الزمالك 2-1. مباراة للنسيان بالنسبة للنادي الأهلي. مباراة اليوم مباراة للنسيان. مباراة اليوم يتحمل مسؤوليتها تحمل واضح وصريح هو المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر. مارسيل كولر بدأ النهارده بتشكيل غريب جدا جدا جدا، كل الناس استغربته. مارسيل كولر النهارده بيغامر في مباراه هامه جدا جدا، ولم يعلم ان مباراه الاهلي والزمالك تعتبر بمثابه بطوله لجماهير النادي الاهلي. مارسيل كولر النهارده اللي انا بحمله المسؤوليه كامله على نتيجه المباراه النهارده وحده دون اللاعبين. النهارده مسؤوليه كامله بالنسبه للمباراه النهارده، للهزيمه اللي حصلت النهارده لمارسيل كولر. مارسيل كولر يا جماعه النهارده بشكل واضح وصريح بالتشكيل اللي بدأ بيه واللي احنا كلنا استغربناه، بوجود ناس او يعني بقالهم كتير جدا بره الملعب وبره المستطيل الاخضر وبره التشكيل بشكل غريب جدا جدا جدا. فكر مارسيل كولر النهارده اللي انا استنبطته واللي انا اتضح لي ان مارسيل كولر النهارده بيلعب نادي الزمالك وهو دماغه مع مازيمبي. النهارده كولر دماغه مش موجوده مع الزمالك. لو دماغه موجوده مع الزمالك النهارده كان النهارده الاهلي كان ممكن يفوز، وكان ممكن يفوز بسكور كمان، لان النهارده الزمالك كان في اسوأ حالاته. لك ان تتخيل الزمالك اللي فاز على الاهلي النهارده 2-1 في اسوأ حالاته. ما كانش فيه زمالك النهارده، بس للاسف عشان ما كانش فيه زمالك وما كانش فيه اهلي بناء على تشكيل مدرب غريب ما اعرفش ايه فكره تفكيره مع مباراه مازيمبي اللي جايه. مباراه مازيمبي اللي هتكون في خلال اسبوع رايح جاي، يعني يلعب هناك وهنا ورا بعض في قبل نهائي افريقيا، ومشغول بالمباراه، وبناء عليه قعد كل اللعيبه الاساسيين عنده. يعني انت عندك اصابات، عندك مجموعه من الاصابات، يعني حسين الشحات وبيرستاو واليو ديانج ومجموعه من الاصابات يعني اللي ممكن تعجز اي مدرب. بس بالعكس النادي الاهلي موفر لك قماشه من اللعيبه اللي تقدر ان هي تساعدك في وقت يكون فيه اصابات بالشكل ده، لكنه لم يستغل هذه الفرصه. فكر في ان هو في مباراه مازيمبي وساب مباراه الزمالك خالص، وبناء عليه بدا بمجموعه من اللاعبين اللي خارج الخدمه واللي خارج نطاق المستطيل الاخضر عشان يحافظ على بقيه اللاعبين الاساسيين الموجودين. ده تفسير منطقي بالنسبه لجماهير الاهلي اللي بتسال هو ليه بدا بالتشكيل ده. هو بدا عشان بيدور على افريقيا، بيدور على مباراه مازيمبي، بناء عليه قعد الاساسيين بره اللي ممكن يبدا بيهم وقال انا هبدا بالشكل ده، هبدا بندفيد وموديست وطاهر والناس دي، يمكن ربنا يكرم وتمشي. بس ما فيش في الكوره كده. الكوره فيها بتأدي وتشكيل وخطه بناء على ربنا بيكرم، فما حصلش، وبناء عليه بدأ يتدارك هذا الخطأ بعد كده، ولكن بعد فوات الأوان، بعد ما الدنيا باظت زي ما بيقولوا يعني. فاحنا هنتكلم في كام نقطة سريعا كده. أول نقطة اتكلمنا عليها نقطة التشكيل بالنسبة لمارسيل كولر، اللي أنا بقى مصمم إن أنا بحمل مارسيل كولر المسؤولية كاملة على هزيمة اليوم. مارسيل كولر النهارده مسؤول مسؤولية كاملة لوحده دون غيره على الهزيمة اللي حصلت النهارده. تاني حاجة بنتكلم عنها لما بدأ هنقسم المباراة يا جماعة 15 30 45. ال 90 دقيقة بتوع المباراة هقسمهم 15 دقيقة أولانيين كان متسيد فيهم النادي الأهلي إلى حد ما بالتشكيل السيء اللي بدأ بكولر. النادي الأهلي اليوم كان متسيد في أول المباراة لمدة 15 دقيقة، بس مفيش عنده مهاجم صريح. هل يعني تتخيل إن الأهلي فرقة بحجم النادي الأهلي ما عندوش مهاجم صريح اللي هو يقدر يبدأ يهدف ويبدا ينفذ؟ النهارده كمال عبد الواحد يا جماعه، اللي شابوه عمر كمال عبد الواحد النهارده افضل لعيب النهارده في المباراه، بيجيب الكوره ويقطع الكوره، ما فيش حد قدام. النهارده احنا ما فيش اي انياب هجوميه بالنسبه للاهلي في اول 15 دقيقه. 30 دقيقه كامله في الشوط الاول تسيد نادي الزمالك الامر بشكل كبير جدا، ليس كفاءة من نادي الزمالك، ولكن ضعف من النادي الاهلي، ضعف في التشكيل، خطأ في التشكيل وفي الإدارة الفنية وفي التكتيك وفي التخطيط. انا ما اعرفش اللعيبة ايه التعليمات اللي واخدها النهارده في النص ساعة الأخيرة في الشوط الأول. جاب الزمالك جون بشكل غريب جدا من رامي ربيعة، غلطة غريبة جدا انا مش فاهمها لغاية دلوقتي برضه. يعني رامي ربيعة يعني انت مكمل مع اللاعب واللاعب داخل على الجون، انت ليه تقف؟ يعني رامي ربيعه لو تاخدوا بالكم ان هو وقف لمده ثانيه، الثانيه اللي انت وقفتها دي كنت هتطلع الكوره من الجون، وبعد كده ندور على اوفسايد او مش اوفسايد. انت بتدور على اوفسايد والكوره رايحه الجون، امر غريب جدا. رامي ربيعه على علامات استفهام. رامي ربيعه مصممين على وجوده بشكل
يعني بشكل غريب محدش فاهمه يعني. واحرز النادي الزمالك الهدف الاول، وبناء عليه خلص الشوط الاول. بدانا الشوط الثاني، حصل التغييرات اللي كلنا توقعناها وكلنا نادينا بيها، بنزول وسام ابو علي، خروج ندفت ومودست وطاهر محمد طاهر، ونزول وسام ابو علي ورضا سليم وعمرو السوليه. عمرو السوليه النهارده، ابو ليلى النهارده ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، النجم المباراه النهارده. الراجل نزل في 45 دقيقه قلب الدنيا. طب الراجل ده ما بداش ليه؟ انا مش فاهم برضه. طيب وسام ابو علي المحترف اللي المفروض ان هو رجله في الملعب ولسه جايب لك جول من كام يوم ومتدارك الامر، ما يبداش ليه؟ برضه الله اعلم. ما اعرفش تفكير كولر بصراحه يعني. نزلوا الثلاثه دول قلبوا الدنيا. رضا سليم ما شاء الله، بدات المباراه تيجي للنادي الاهلي، وبدا النادي الاهلي يتفوق، وبدا النادي الاهلي يتسيد. شفنا الزمالك النهارده ما عداش نص الملعب لمده اكتر من 30 او 35 دقيقه، والاهلي متسيد الشوط الثاني، لغايه لما النادي الاهلي احرز الهدف التعادل عن طريق احمد عبد القادر، اللي كلنا فرحنا له جدا جدا. ونتمنى ان احمد عبد القادر يعني يبطل الانانيه اللي موجوده فيه. يعني احمد عبد القادر لو بطل الانانيه هيبقى لعيب عالمي. وبناء عليه تم التعادل. بعديها على طول في نفس الاخطاء برضو الدفاعيه اللي الساذجه اللي مش ملهاش برضو مبرر، جه الجون الثاني. انا يعني الخلاصه او اللي بدايه ان النادي الاهلي النهارده خسر يا جماعه بشكل ساذج جدا، بشكل ساذج جدا، يعني مش ممكن. دي نقطه. النقطه اللي بعد كده هنتكلم على فرحه الزمالك. هل تعلم يا سيدي ان الزمالك مفسح على الاهلي من 2004؟ الزمالك ما فازش على الاهلي في الدوري من 2004. يعني الزمالك بقاله 20 سنه ما يفوزش على الاهلي. وبناء عليه الفرحه اللي هي بتاعه الفوز بكاس العالم للانديه وكاس العالم للقارات، وده كله اللي شفناها من جماهير ومن فني ومن اداره فنيه ومن مدير فني ومن لعيبه، يعني حاجه فظيعه جدا بصراحه. موضوع فرحتهم ديت يعني بصراحه هتبقى ترند النهارده، حاجه غريبه بس حقهم. يعني انت كابس على نفسهم بقالك 20 سنه، فلازم يكون ده يعني ده رد الفعل يعني. الحاجه اللي بعد كده موضوع الكوره يا جماعه. يعني ايه استاد القاهره استاد عالمي؟ يعني ايه اللعيب يروح يلعب اوت او يلعب كوره ما يلاقيش كوره؟ انا مش فاهم. يعني ايه ما تلاقيش كوره تلعب اوت او تلعب كورنر؟ حاجه غريبه جدا. شكلك انت قدام العالم يا اخي. يعني ايه يعني ما تلاقيش كوره؟ انت خايف يعني ولا ايه؟ ده ما بيحصلش في دوره رمضانيه. اقسم بالله لو في دوره في تل ابو الروس ما هيحصل فيها الكلام ده. ايه امر غريب جدا جدا ان الكوره تضيع. لما يجوا يلعبوا كوره مفيش كوره، يجي يلعبوا اوت مفيش كوره، يجي يلعبوا مفيش كوره، بقى الكوره ضاعت الكور. في النهايه بنقول شابوه لثلاثه من اللعيبه في النادي الاهلي النهارده: عمر كمال عبد الواحد ومحمد مجدي قفشه ومصطفى شوبير، متالقين ما شاء الله عليهم. يعني لعيبه رجاله ادوا ما عليهم وزياده، وعملوا كل المطلوب منهم. النهارده بكرر تاني: يتحمل المسؤوليه الهزيمه المدير الفني للنادي الاهلي مارسيل كولر لوحده دون اللاعبين. محدش اثر من اللاعبين. لو نزلت بتشكيل مظبوط اللي انت نهيت بيه، لو نزلت بالتشكيل انت نهيت بيه، ما انت هتفوز وخلاص وطلعهم. يعني انت لو خايف عليهم ابدا وفوز وبعد كده طلعهم. الزمالك كان سيء جدا النهارده وما كانش يستحق الفوز بصراحه. الاهلي هو اللي كان اسوأ بقى، ومارسيل كولر اهدى الفوز النهارده للزمالك على طبق من ذهب. حظ اوفر للنادي الاهلي، ونتمنى التوفيق في اللي جاي ان شاء الله بالنسبه لافريقيا، وهارد لك ومبروك لنادي الزمالك مع انه ما كانش الافضل، ونتمنى التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.